انا طبعا خبير كبير جدا في صناعه المحتوى، وبدليل ان الفيديو اللي فات جاب اكتر من مش مهم جاب قد ايه، المهم القيمه في الفيديو. وامي عملت سبسكرايب ولايك كمان. خش يا ابني. الدحيح اللي هو احمد الغندور حلو بسمسم، بس ريهام عياد خرشوف حاف كده. صناعه المحتوى وتجاره الترند في نفس ذات الوقت. ايه انا بلف في سوق المحتوى بقالي فتره عشان ابقى متابع الترندات الاخيره اللي ماشيه في السوق، يمكن ربك يكرمنا ونقب على الوش. وانا بلف في السوق بتاع المحتوى وصناعه المحتوى قلت اركز شويه على الجانب الثقافي واللي بيعملوا صناعه محتوى للتاريخ. فاقوم الاقي ايه بقى؟ خير الله وما اجعله خير. الست اللي قدرت في كام سنه تحول التاريخ وصعوبه التاريخ لماده سهله للمتابعه، وتحولت هي شخصيا لماده للخناق. فتعالوا نرجع من الاول نشوف مين هي ريهام عياد. ريهام عياد هي خريجه الاتصال والتقديم من كليه الاعلام جامعه القاهره في 2004، وبعدها خدت دبلوم في الارشاد السياسي. الارشاد السياسي؟ في التجاره في السياحه. وبعدها خدت دبلوم في الارشاد السياحي عشان تدعم شغفها بالاثار وتربط ده بدراساتها، وده يفسر اهتمامها بالاثار وفي التاريخ. ريهام اشتغلت لفتره طويله قوي ورا الكواليس في برامج تلفزيونيه اجتماعيه، بدايتها من 2006 لحد 2010 في اعداد البرامج وتنسيق الضيوف في برامج القنوات الخاصه زي قنوات المحور والحياه. ومن 2012 ل 2015 بدات تظهر كمراسله ومقدمه فقرات اجتماعيه وخفيفه. وفي 2016 بدات تشتغل في راديوهات واذاعات الاونلاين وتقدم برامج توك شو اجتماعيه اللي بيناقشوا برامج المرأة والاسره وكده. ودي كانت بدايه احد محاولاتها في شد الجمهور ليها عن طريق العناوين المشوقه. ساعتها ريهام شافت انه البرامج التقليديه بتموت وملهاش طعم، لحد ما ريهام حست ان هي خلاص عرفت سر الخلطه، مش بس برنامجها هي، لاي برنامج ناجح. وفي 2019 بدات اول مره تصور من عربيتها بتليفونها. عارف انت الفيديوهات تقعد في العربيه ومعاك الرينج واللايت والكلام ده والتليفون وتصور؟ هو نفس النظام ده اللي بدايته. والفيديوهات اللي صورتها من عربيتها كان اسمها القصه وما فيها. بدات حوادثها تعتمد على وتر الحنين للماضي، زي كده ما انا بحن للماضي ان ارجع الجامعه وشاب صغير، الفنانين بتوع زمان والالغاز وازاي ماتوا، كل كلام النوستالجيا ده. وبعد الشهر من فيديوهات الحنين حبت تعلي بالرق، وراحت عامله فيديو عن الملك فاروق وازاي ان الملك كان مظلوم وان الجمهوريه ظلمته. الدنيا اتقلبت حرفيا في اسبوع من بس نشر الفيديو اللي جاب اكتر من 5 مليون مشاهده، وانا حضرتك قاعد بعزق هنا بقالي شهور وبنتف في حواجبي. المهم ريهام عرفت المقادير ايه بالظبط. التاريخ زائد مؤامره يساوي كاريزما اعلاميه. المقادير دي بقى طلعت المدخل لمنجم ذهب، وده اللي طلعها من تصوير في العربيه وبرنج بسيط لتصوير في الاستوديو وانتاج ضخم. في 2020 البرنامج ما بقاش محاوله لطيفه من العربيه، لا، الموضوع اتحول لبيزنس كبير. عقبال عندنا وعندهم كده ان شاء الله اتعاقدت مع شركات كبيره للاعلام وكمان شركات تسويق رقمي كبيره، وبدات تصور في استوديوهات احترافيه، شغل وستيك، تشطيب سوبر لوكس يعني. وفي 2021 بدا ظهورها بتكرار على برامج التلفزيونيه زي برامج يحدث في مصر مع نور نجدي، مع شريف عامر، وده صفه رسميه قدام الجمهور البسيط. وبدات بقى تتوسع في مواضيع المؤامرات، اللهم احفظنا، يعني تاريخ الصهيونيه، الماسونيه، اسرار المخابرات، الكلام الكبير ده. ودي كانت بدايه الصدام الحقيقي مع الباحثين. طب المشاكل بدات منين؟ بالرغم ان هي كانت جوه المطبخ الاعلامي وعندها كل الادوات لتقديم محتوى محترف وشغل فنادق وتشطيب سوبر لوكس، بدايه المشاكل من ادعاء انها مش بتتاكد من مصادر المعلومات اللي بتقولها، او زي ما بيقولوا من دقه المعلومات اللي بتقولها. وده اللي حصل لما قررت ان هي تلعب في محتوى للمحترفين بتوعه. سامعني يا عم الاديتور؟ والله ما انت نافع. المهم مشاكلها كلها بدات مع الناس الاكاديميين اللي طبعا بيقعدوا على الواحده وبيركزوا مع اي كلام يتقال في اي فيديو او اي كونتنت كريتور بيتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بالتاريخ ويقولوا له انت غلطان. لو حبينا نشوف الخلاف اساسه ايه او اصله ايه من تحت يعني، فمن وجهة نظر الاكاديميين هم بيتعاملوا مع التاريخ كعلم، بينما ريهام بتتعامل مع الموضوع على ان هو حدوته او قصة ومحتوى اعلامي جذاب. ومن هنا بدأت المشاكل. النجومية طبعا زي ما انتم عارفين وشفتوا زي ما بيحصل معايا، النجومية ممكن في لحظة تقلب لك بنور عالي، او زي الرادار على الطريق السريع ممكن تلقطك وانت مش مدي اخوانا. اي كلمة تخرج من لسانك تبقى حاجة تنمسك ضدك على طول. وفي الحالة دي اول محطة اشتباك كانت مع المؤرخ محمد عفيفي اللي انتقد اسلوبها في سرد الوقائع والكلام اللي هي بتقوله، وما عجبهاش ان هي بتقول الكلام ده كله بتاع التاريخ من غير توثيق او من غير مصادر. سامعني يا عم الاديتور؟ توثيق، مش عبيله واديله
بعدها في 2024 اشتبكت مع الكاتب وليد فكري انه ادعى ان هو عنده دليل ان هي بتاخد مجهوده اللي هو بيتعب فيه وبتنقله بالحرف، وانه قال انه شغلها كله عباره عن نحت لفقرات من كتبه ومقالاته، وكان بيحط مقارنات بالصور والوقت بين كتاباته وبين حلقات ريهام. معلش احنا جايين نهدي النفوس، يعني اذا كانت ريهام عياد بتاخد محتوى من كاتب او من واحد معين يبقى هي المسؤولة عن الحاجات دي، واعتقد ان هو يعني ممكن يرفع قضية، بس هو ممكن يكون تشابه افكار وارد جدا. بس الموضوع ابتدى يكبر لما سامح الزهار ابتدى ياخد الند بالند لريهام عياد وابتدى يقعد لها بالوحدة، كل حلقة يطلع لها كوارث تاريخية ومعلومات واشاعات ينفيها من سنين. ريهام هنا بقى عدت مرحلة الاشتباك ودخلت في أزمة ومشاكل لما بدأت تستخدم كلام وعبارات زي أنا قريت في مصدر أو شفت في مذكرات نادرة أو المعلومة دي محدش يعرفها غيري، كلام كده ما يتفهمش أو أعرفها من مصادر سرية. ابتدت بقى الاتهامات تنهال عليها. من ناحية الباحثين بيردوا بيقولوا يا ريهام مفيش حاجة اسمها مذكرات نادرة وإنه محدش يعرفها غيرك، قولي لنا اسم الكتاب والصفحة، المصدر والمكان، الموقع، الملحق اللي رجعتي له حضرتك كان فين. من وجهة نظرهم الباحث من دول بيقعد في الأرشيف بالشهور، فما ينفعش سياسة هو كده وصدقني. ريهام للأسف بدل ما ترد على الموضوع ده فضلت مكملة بالأسلوب ده وهو الإبهار بدون إثبات، وتستخدم كلمات زي أنا بحثت. طب حضرتك فين الإثبات؟ فين السورسز؟ حضرتك بحثتي فين؟ مفيش. وده عمل زي فجوة ثقة عشان العيار اللي ما يصيبش يدوش. وفي تحليلي الشخصي الغرور المهني هو الفخ اللي وقعت فيه، والدنيا بهوقت على آخر لما اتعمل بلاغات رسمية في 2025 ضدها، وده كانت في نقابة الإعلاميين إن هي بتزاول المهنة بدون ترخيص. يا لهوي، ترخيص؟ وانها مش مقيده نقابيا كمذيعه اخبار او برامج متخصصه. وعشان نحط بقى التقليه اللي على الوش اللي كان فيه اتهامات بتزييف التاريخ، الكماله بقى اللي حصلت في مارس 2026. ايه الدخان ده؟ انت بتولع في الاستوديو يا ابني. المهم الكماله بقى اللي حصلت في مارس 2026 اللي بدا جمهورها يطالب ان هي تعمل زي ما الدحيح بيعمل ويحط مصادر. مين بقى اللي في الحته الثانيه شغال زي السوبر ماريو من غير اعطال؟ الدحيح اللي لعبته هي المصادر. جينا بقى للمقارنه اللي الكل مستنيها. ليه بقى الدحيح سالك كده وريهام لابسه في الحيط؟ تعالوا نجيب كده من تحت الحوض كده. احمد الغندور اللي ملقب بالدحيح بدا دراسته في علم الاحياء في الجامعه الامريكيه في 2016، ولقب الدحيح ده ما كانش من فراغ، يعني ده كان السبب انه زي ما تقول بريمه مذاكره وشاطر في المذاكره جدا، وكان دايما متفوق جدا في الجامعه زي ما انا كنت متفوق في الجامعه جدا وتخرجت ب 60%. ده امي عملت لي حفله يا راجل، ده انا فاكر لحد دلوقتي ان انا كنت الاول على دفعتي من الترتيب الخلفي. المهم احمد بدا الفكره وهو لسه في الجامعه، وساعتها كان بيشترك في مسابقات علميه في الجامعه زي فيم لاب، ودي فضلت خيركم كده مسابقه علميه لتبسيط المعلومات لعامه الشعب للناس اللي زيي. هو للاسف خسر في الاول، بس اتعلم ازاي يوصل معلومه دقيقه في اقل من 3 دقائق. بدايه برنامجه كانت في اغسطس 2014 لما بدا يصورها في اوضته، وكان تصوير بسيط وكاميرا بسيطه وميكروفون عادي، وكانت الاضاءه بعافيه شويه، وكانت سبوره بيشرح عليها كل اللي بيقولوا على اليوتيوب. اول حلقه كانت فلسفه العلم والنسبيه، ومن اول يوم احمد كان محدد طريقه لعبه. انا مش هقول رايي، انا هبسط لكم اللي العلماء قالوه. الاحتراف بقى جه في 2017 لما دخل مع شركة AJ وتعاقدوا معاه عشان يحولوا مجهود الطالب النيرد ده لمحتوى كبير احترافي، وده كان مكون من جيش ورا البرنامج، جيش من المعدين والباحثين والناس الخبيرة اللي بتفهم، شباب زيه ولكن متخصصين في الفيزياء وفي الكيمياء وكمان في التاريخ. وفي 2019 تم اختيار أحمد الغندور ضمن قائمة أكتر الناس المؤثرين في الوطن العربي في مجلة Arabian Business. وفي 2020 البرنامج كان محقق مليارات المشاهدات، والدحيح بقى الوجهة الأولى لتبسيط العلوم والتاريخ في الوطن العربي. وفي نفس السنة بدل ما ياخد النجاح انه امر مسلم بيه، الدحيح خد ماجستير في التربية والتعليم والتعلم بالوسائط الرقمية. ايه بقى الدنيا فضلت ماشية كده سلكان من غير اي ازمات؟ لا اكيد كان في ازمات، ولكن هي ما كانتش بتعتبر يعني ازمة قوي، تقدر تقول كده زي ثغرات، واولها بدأ في 2020 مع AJ، وده كان بسبب ان عقده خلص. وطبعا ده كان الموضوع بسبب اسباب اقتصادية. والله انا ما اعرفش يعني ايه اسباب اقتصادية، ممكن يكون الاجر، ممكن يكون معهمش فلوس يدفعوا لاحمد غندور، ولكن كل اللي اعرفه ان الجمهور عمل جنازه كبيره على السوشيال ميديا. بس زي ما اخواننا الشوام بيقولوا يا جبل ما يهزك ريح. رجع في 2021 على منصه شاهد بقوه، والدخول ده كان محتاج دخول درامي صراحه، وقد تم. رجع البرنامج بدخول درامي جبار، اضافات دراميه وتاريخيه، ولكن بانتاج سينمائي كبير.
وبسبب انه المحتوى دخل في التاريخي بقى من المنطقي مقارنة المحتوى بتاع احمد غندور في الدحيح بمحتوى ريهام. بس يا ترى ايه الفرق بين المحتوى ده والمحتوى ده؟ الدحيح في اخر كل حلقة بيحط مصادر مرعبة في الديسكريبشن، بس هل القائمة بتاعت المصادر دي كل الناس بتبص عليها؟ لا طبعا، بس هدفها ان هي تكون موجودة ان اي حد يشك في مصادره او يشك في التاريخ واللي بيقوله يقدر يراجع المصادر دي ويبص عليها. هي محطوطة بكل بساطة انه تشيل من على نفسه اي مسؤولية للكلام اللي هو بيقوله عن التاريخ، او اي عبء يجي يقول لك اثبات ويبقى هنا كانه بيقول لك انا ناقل عن فلان، وده طبعا يعفيه من تهمة السرقة ويديله المصادقة التامة. الدحيح في شكل او باخر بيحترم فكرك، بينما ريهام في الناحية التانية كأن اللي بتقوله هو اكتشاف عمر ما حد عرفه قبل كده، هي الوحيدة اللي اكتشفته شخصيا. الدحيح بيقول لك خد راجع ورايا، وانت طبعا مش هتراجع ولا هتعمل حاجة، انت ما بتراجعش حتى فاتورة الكافيه اللي بتقعد فيه، هتقعد تراجع مصادر الدحيح. بينما ريهام على الناحية التانية بتقول انا جبت التانية صدقني من غير ما تراجع ورايا. الدحيح وراه جيش باحثين ومراجعين وتاريخيين واسمائهم موجودة ومعلنة، منها للمصداقية وكمان عشان يدي الكريدت للناس اللي تعبت والشباب اللي زيه اللي تعبوا في المجهود. ولكن ريهام على الناحية التانية وان مان شو، هي المسؤولة عن كل حاجة، ولو حاجة طلعت غلط هي المتهمة، فمن الطبيعي ان هي تشيل الليلة كلها لوحدها. نحت بقى، تزييف وهبد، كل اللي انت عايزه. السؤال بقى اللي عندي، ليه الناس لسه بتتابعها رغم الاتهامات اللي هي بتواجهها؟ وليه لسه عندها ملايين متابعين؟ والإجابة هي اننا شعب بنحب الحكواتي. ريهام بتقدم التاريخ كأنه حدوتة قبل النوم، مش مادة جافة من كتاب مدرسي. هي قدرت تسد فراغ كبير سابوه الأكاديميين، الناس اللي قافلة على نفسها في الأرشيف. وأوقات كتير للأسف الناس بتدور على المتعة مش الدقة. بس السؤال هنا بيقول، هل المتعة اللي احنا بندور عليها دي من القصص والحواديت تبرر نحت الباحثين اللي بيعملوه في الارشيف الشباب؟ وهل السكوت عن الغلط التاريخي هل ممكن يخلق جيل مشوش؟ والله انا ما اعرفش، انا جاي احكي لكم القصة وانتوا سيبوا لي في الكومنتس رايكم، وفي الاخر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ويلا يمكن ان شاء الله في يوم من الايام نبقى من الناس الجامدة دي. اشوفكم الحلقة الجاية.